نبذة صغيرة عن مدرسين مصر أم الدنيا. طيب أنا مش بحب أتكلم عن نفسي طبعا. معاكم مستر عرفات ملك الحركات، بحب القفشات، واللي مش هيسمع كلامي يعتبر نفسه مات. ده ماله ده؟ ماليش نفس أشرح النهاردة، الحصة فري، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يس، شكلي هحبه المستر ده. الو، ايه يا استاذ عفاف؟ ايه موجه طالع قيام؟ ايه ده؟ في ايه؟ قولوا بصوت عالي. صوت سفير البلبلي، صوت سفير البلبلي. صوتكوا واطي ليه؟ طيب انا هعرف اشغلكوا. هنشوف صوت الولاد اعلى ولا البنات. يلا نبدأ بالبنات. صوت سفير البلبلي. ما شاء الله عليكم. طيب نشوف بقى الولاد. صوت سفير البلبلي. اوبا، لا لا عيب لما تبقى البنات صوتها اعلى منكم. طب نجرب احنا الاتنين مع بعض، يلا. صوت سفير البلبلي، صوت سفير البلبلي، بلبلي بلبلي. القصة ان في بنات كمان بتقولها. طب ازاي يا جدع؟ هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ الناس اللي هتقعد تعلق على صوت سفير البلبلي دي قصة هحكيها لكم. انا مش عارف هي قصة حقيقية ولا لا، بس هم حكوها لنا في اعدادي او في ابتدائي. كان في زمان حاكم عنده 2 ولاد بيحفظوا اي شعر يتقال، اي شعر حد بيجي يقوله لهم بيحفظوه على طول. فعمل مسابقة في القرية عنده وقال اي حد هيجيب لي شعر من تأليفه هديله على وزن الحاجة اللي كاتب عليها ذهب. فكل واحد يكتب شعر ويروح هو قايل للعيال انتوا عارفين الشعر ده؟ فالعيال حافظينه، يحفظوه يعني بسرعه. فيروح قايل له كذا كذا كذا. كل ما واحد يروح قايل للعيال ايه ده مش انتوا سمعتوه قبل كده؟ يروح قايل له حتى اهو كذا 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 كذا. فراحوا اشتكوا الواحد مش عارف اسمه ايه، بس هو ابن جنيه يعني حاجه صهيب او حاجه زي كده. فقال لهم بس راح واخد معاه درع حديد قد كده وراح كاتب عليه شعر وراح يقدمه للحاكم. فالحاكم قال له اتفضل. راح قايل له صوت سفير البلبلي هيج قلبي السملي، الماء والزهر مع زهر اللحظ المقلي، وانت يا سيدي وسيدلي وموللي، فكم تيملي غزير عقيقلي، قطفته من لسن ورد الخاجلي، فولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي، قالت حين كذا فزبأت بالنقلي، وفتية تقو. ما علينا يعني، هو بتاع طويل قوي كده. المهم فالحاكم فضل باصص له كده اهو. يا ولاد سمعتوه قبل كده؟ راحوا العيال بصله كده اهو وبس كده. مش عارف ايه الفايدة بصراحة، بس قشطة يعني لايك.